عمرك شفت حد بيربي نمل؟ مش نملة ولا اتنين، لأ، مستعمرة كاملة في صندوق وبيتابعها كل يوم وبيصرف عليها وقت وفلوس. الحقيقة إن في ناس حوالين العالم بتربي نمل والسبب أذكى مما تتخيل. أيوة، الهواية دي حقيقية واسمها ant keeping ومنتشرة في أوروبا واليابان وأمريكا. والغريب إنهم مش بيربوا أي نمل والسلام. أغلبهم بيختار أنواع معينة زي نمل الحصاد، نمل النار غير المؤذي، ونمل الأوراق القاطع. ليه؟ لأن سلوكهم واضح وتنظيمهم عالي ومش عدوانيين لو اتربوا صح. تقدر تراقب الملكة، العمال، الجنود، وتقسيم أدوار كأنك بتتفرج على مجتمع مصغر. وأهم عنصر، النملة الملكة، لأن دي عقل المستعمرة. ممكن تعيش من 10 ل 30 سنة، بتنتج آلاف النمل، ومن غيرها المستعمرة تموت. ناس كتير بتتابع الملكة يومياً، تشوف البيض وتطور المستعمرة. وده مش تسلية، ده علم سلوك حيوانات حقيقي. النمل مش عشوائي، بيعرف يخطط، يخزن أكل، يعمل طرق، ويتواصل بفيرمونات. ولا نملة بتتحرك من غير سبب. وده خلى النمل يدخل في التعليم ودراسة الذكاء الجماعي وحتى أبحاث الذكاء الاصطناعي. وفي نوع اسمه نمل الأوراق القاطع، بيقطع أوراق مش علشان ياكلها، لكن علشان يزرع فطر ويتغذى عليه. مزارعين من آلاف السنين. طب ليه ناس تربي نمل بدل حيوان أليف؟ لأنه مش محتاج مساحة، ملوش صوت، ملوش ريحة، ومش مؤذي، وكمان مهدئ نفسياً، زي التأمل بس بالنمل. وفي الآخر، النمل مش حشرة تافهة، ده مجتمع ونظام وذكاء وتخطيط. وعشان كده البشر بيربوا نمل مش علشان يضيعوا وقت، لكن علشان يراقبوا أذكى كائن منظم بحجمه الصغير ده.